بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض بقى من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها. هنجيب بقى الحاجة اللي احنا جبناها من موتزاريلا فريش. احنا بنجيب متعودين ان احنا بنجيب منهم، بس هما كانوا عاملين عروض على حاجات لغاية قبل 1/2، والحمد لله لحقنا ان احنا جبناها. ديت الجبن، هما عندهم الجبنة الموتزاريلا، دوت نوع منها. وفي نوع تاني بيبقى اكتر مطة، واللي هي كيستها سمرة ديت بيبقى للكريبات، بتسيح بس ما بتعملش مطة. واللي هي الاورنج ديت للميكس، شيدر على موتزاريلا على رومي. واللي لونها اخضر ديت الشيدر، وديت الجبنة الرومي. بصراحة احنا لما جربنا الجبنة بقينا متعودين بنجيب منهم، المطة بتاعتها حلوة ونوعية الجبن بتاعتهم حلوة. ده بقى العرض اللي كنت بقولكوا عليه، اللي هو كيس سمبوسة عليه كيس موتزاريلا ميكس عليه بقى ربع كيري بالفلفل. ده عرض على بعضه برضو، ده كان اللي هو قبل 1/2. مش عارفة بقى هيعملوا عروض جديدة، هيوقفوا العروض لان الاسعار غليت. العرض ده كان لغاية 1/2. ودوت بقى برضو كان عرض اللي هو الكيلو البرجر، كان عليه عرض. وبصراحة البطاطس بتاعتهم رفيعة وجميلة في القلية. يعني المنتجات ديت انا جبت انواع كتير من الجبن، بس استقرينا من ساعة ما جبنا الجبنة دي على الجبن دي. ده الجمبري الكريسبي ده ربع كيلو. ودوت بقى اللي نازل جديد المسحب، لسه منزلينه جديد. وده العيش بتاع العيش الكايزر. البرجر عايزه اقول لكم احنا لما عملناه يعني فضل بنفس حجمه. ديت الزبده الجاموسي، احنا كنا عايزين عدد اكبر، بس هما حاليا ما كانش عندهم يعني كتير. ودوت بقى جبنه موتزاريلا بالقالب، في منها موتزاريلا وفي منها شيدر بالقالب، بحيث ان احنا نقطعه براحتنا، نبشره، نعمله اللي هو للقلي. ده هنا بقى عندهم برضو المنتجات السيوي، ملح ناعم وملح خشن واللي هو القراص. وعلى فكرة الاسعار بتاعت الاملاح دي مش كتير ومش غالية، بس هي بصراحة حلوة ونوعيته الملح جميلة جدا. وفي برضو الطامي السيوي، وديت هريسة بزيت الزيتون. هم عندهم منتجات كتير. ده النعناع الجبلي، وده الطمي السيوي اللي بقولكوا عليه تحفة، وبيخلي البشرة ناعمة وجميلة. هنا بقى بعد كده جينا للعسل، هو فيه عسل بالمكسرات، هنا دوت العسل بالشمع، اهو الشمع باين اهوت. وهنا بقى جبنا دوت مش بالزعتر، وفي مش بالفلفل، وهنا برضو الكيري بالبسطرمة اللي بودي نص كيلو. الحاجة بصراحة تحفة. ولا التوابل بتاعتهم بابريكا وتوابل سمك وكفتة وحواوشي وشاورما وده حبهان، كل انواع التوابل موجودة، ودقة الزعتر ودوت الكريسبي. وفي برضو الفيجيتار حار وبارد، والكريسبي برضو في حر وبارد، عشان لو عايزين نعمل احنا المسحب او الحاجات الكريسبي اللي بتبقى في البيت. ودوت البقسماط نص كيلو. وجايبين برضو السحلب فيه المكسرات بتاعته، والحلبة الناعمة كذلك، والكاكاو. احنا كنا قبل كده، ده الكاكاو الاسباني، وكنا قبل كده جايبين برضو من عندهم الهوت شوكليت تحفة. وهنا دوت بقى 100 جرام من النسكافيه، وربع كيلو من ده النسكافيه، ربع كيلو من الكوفي ميكس. سواء بقى مشروبات جبن، بس احنا علشان متعودين على الجبن احنا كنا مستخدمين انواع كتير، بس طبعا انتوا عارفين الزيادات اللي حصلت واسعار الجبن عالية جدا. ده زيتون سيوي، احنا من بعد ده كيلو، من بعد ما جبنا بصراحة الجبن بتاعتهم ما بقيتش بقتنع باي نوع جبن. زي ما انتوا شايفين. ودي برضو الشوكولاتة، صوابع الشوكولاتة الفلوتس. الحاجات حلوة. احنا بجمع الاوردر على بعضه لما باجي اجيبه، لان هما لهم رينج معين المفروض علشان تاخد الحاجة بسعر الجملة ان انت تجيب الرينج دوت، ما تنزلش عن السعر اللي هما قايلين عليه. ودوت بقى الاباجورة اللي هي بتاعة الملح، اللي عشان الطاقة السلبية، في منها النوع ده وفي منها الاباجورات الكريستال. هنجرب بقى الجبنة، هنحطها، المطة بتاعتها تحفة.
طبعا هي الجبن عشان المطة بتاعتها تبان بنستنى عليها ان هي تبرد شوية. في كمان نوع اللي هو بتبقى الكيسة بتاعته مش حمرا لا زرقاء، بتبقى دي بقى اللي هو الاكسترا المطة الاعلى، بس انا بتعجبني المطة دي بصراحة. دوت بالنسبة للجبن. بالنسبة بقى كمان للبرجر، البرجر تحفة ومكشش ما او بنفس حجمه وطعمه الجميل. احنا هنا عملناه في القلاية، وطبعا هي يا دوب رشة زيت، وبرده جربنا المسحب وطعمه حلو جدا غير القرمشة بتاعته وغير الريحة. جربوا المنتجات ديت. انا كنت جربت برضو الاطباء في الجبن ويونيفرسال وميلك. بصراحة يعني الاسعار عليك جامد، فموتزاريلا الجودة موجودة فيها، وفي نفس الوقت الاسعار مش عالية قوي فيها، ودوت العيش بتاعهم والمايونيز. يا ريت بقى تجربوا المنتجات وتقولوا لي رأيكم. انا بحبيت لما جربت حاجة وطلعت حلوة ان انا افك واقول لكم رأيي. وما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي ما اشتركش معانا يشترك في القناة عشان ان شاء الله الحاجات اللي نازلة بعد كده في القناة هتعجبكم كتير قوي.